الحمد لله. اعتقد ان يوم صعب جدا على النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، نتيجه قاسيه جدا علينا النهارده. نتيجه هتربك الحسابات في المجموعه، بتتغلب على ارضك. انما كره القدم فيها كل حاجه وبنتقبل كل حاجه. لسه بدري على المجموعه، ما حسمتش. مش عاوزين نفقد يعني نفقد ان احنا يعني اي امل لينا من دلوقتي، لسه بدري. طبعا انا اتفق مع حضرتك، مفيش فقدان امل. الاهلي نادي بطولات، والاهلي يستطيع في كل اوقات ان يقف يعني مره اخرى، ولكن من يتحمل مسؤوليه هذه الخساره الكبيره؟ 3-0 مش نتيجه قليله، نتفق مع بعض يعني. يعني اعتقد ان انا قلت لك ان النتيجه قاسيه جدا وصعبه جدا على النادي الاهلي. كلنا نتحمل المسؤوليه. انما انا بقول لك لسه بدري. كلنا ثقه في ولادنا، ولاد النادي الاهلي. دايما عودونا في المواقف الصعبه، بيعدوا منها. الموقف مش صعب، الموقف صعب جدا. انما اعتقد ان الفتره الجايه هنقفل على نفسنا ونشوف ايه اللي حصل في المباراه، نشوف الاخطاء، ايه الاخطاء، ونقفل. انت كابتن اسمح لي، لعبتوا تحت وطأة هذه الظروف مرة سابقة أمام الزمالك في الجولة الأولى وعلى ملعب الجونة، كانت نفس الظروف، وحينما كنا سويا يعني في مختار التتش في الملعب في الجزيرة، قلت لي إن احنا يعني بنحاول إن احنا نهيئ اللاعبين إن هم يبدأوا يلعبوا تاني على المباراة في نفس الأجواء. إذا كان في تأقلم يعني. هقول لك حاجه، خلينا ما ندورش على المبررات. بنقول دي كره القدم، وارد في الظروف العاديه يحصل اي حاجه. انما خلينا اجاوب بقى على سؤالك. ان المباراه اللي فاتت كانت الظروف مشابهه للفريقين. الفريق الاهلي والزمالك من طيب. يعني من بلد واحده، بيلعبوا في مكان واحد، بيعيشوا نفس الظروف. النهارده الظروف مختلفه تمام، مختلفه. يعني اختلف معاك، لان انت بتلعب في ظروف انت مش متعود عليها. او ماتش واحد مش كفايه انك تعمل تكيف على الجو والملعب والكلام ده. الفرقه الثانيه ما عندهاش نفس الظروف والضغط اللي عليك. بس انا بقول لك يعني انا مش عاوزين ندور على المبررات. احنا اتغلبنا ونتيجه قاسيه. عندنا لسه مباراه جايه هنفكر فيها ان شاء الله. كرويا. في سؤال زميلي هشام للكابتن احمد ايوب. نريد تفسير كروي، مش تحليل ظرفي. نريد تفسير كروي. احنا شاهدنا يعني الاهلي تفسير كروي. لماذا كانت الهزيمه؟ شاهدنا تفسير كروي على ارض الميدان. كانت الهزيمه زي ما قلنا، كره القدم فيها كل حاجه، ولما بنكسب هنقول يا ولدي قلنا لك بيسبول. احنا ما هي كره قدم، متقبلين كل حاجه. في اخطاء، في حاجات احنا. ثواني معلش يا كابتن احمد. خطوط الاهلي كانت بعيده على بعض. هل كان على الاهلي هل كان على الاهلي ان يلعب منذ البدايه بمهاجمين؟ لانه يلعب على ارضيه ميدان، وبالتالي لازم ان يفرض نسق اللعب. هل ان التغييرات التي قام بها المدرب كانت مبكره جدا؟ كل هذه تساؤلات كرويه. الباقي بدون جمهور، الاوضاع اللي تعيشها مصر كله نعرف. نحن نريد ان نعرف كوره بأتم معنى الكلمه من عند الطاقم الفني. لماذا هذه الخساره ب3 أهداف مقابل لا شيء؟ منها الاشياء التي ذكرت، الخطوط بعيده على بعض. لماذا لم يلعب بمهاجمين منذ بدايه المباراه؟ لماذا التغييرات كانت مبكره؟ نريد الاجابه فقط. لماذا؟ انتهى السؤال؟ الحمد لله. الحمد لله. أبدأ. الحمد لله وشكرا. لماذا كانت الخطوط بعيدة عن بعضها البعض؟ لماذا يعني لم يلعب بمهاجمين منذ البداية الجهاز الفني للفريق؟ ولماذا كانت يعني هناك بعض التساؤلات حول التغييرات؟ اول حاجه بالنسبه للمهاجم او مهاجمين، احنا مباراه الزمالك لعبنا بنفس الطريقه. يعني دي فكره وجهه نظر الجهاز الفني وجاهزيه اللعيبه اللي عندنا. فدي دي رؤيه الجهاز الفني خاصه بيه هو، لان هو اللي بيدير المباراه من قبل المباراه، وعارف امكانيات لعيبته وعارف امكانيات الفرقه اللي قدامه. تاني حاجه خطوط متباعده كانت ليه؟ طبعا خلينا نتكلم. لو اتكلمنا بقى فنيا على المباراه، الشوط الاولاني يمكن كان ضدنا الهوا ده اللي ضغطنا شويه، ولكن الشوط الثاني كان معاكم الهوا. ما انا هجاوب، بس ما انا سيبنا اجاوب يعني لاخر سؤال. احنا هنتكلم فنيا. احنا لما انا قلت لك ان النتيجه قاسيه ودي كره قدم ووارد فيها كل حاجه، انت يعني عاوزين نخش في اطار فني، هنخش بقى في اطار فني. ولو نتكلم على مبررات، بس انا ما بحبش اتكلم على مبررات، بس انا هجاوبك. مش مبررات، واحنا كله من اجل مصلحه الفريق. طبعا النادي الاهلي نادي كبير ومش هيقف عند النهارده او عند اي حاجه. احنا بنتكلم في اللي حصل النهارده. فانا بقى هكلمك بقى فنيا.
الشوط الاولاني يمكن ان عامل الهواء ضغطنا شويه في البدايه او طول الشوط الاولاني. كان في خطا جه فينا هدف بدري كلفنا الكتير، انما طول الشوط الاولاني اعتقد ان احنا يمكن كان في سيطره بس مش ايجابيه، وصلنا للجون مرتين، جات لنا ضربه جزاء ضيعناها. يمكن لو كانت ضربه الجزاء دي احرزت كان ممكن تغير شكل المباراه. طرد احمد عبد الظاهر في الوقت الاضافي في الشوط الاولاني عمل لنا اكيد مشكله، اضطرينا ان نطلع لاعب ارتكاز في وسط الملعب ونزلنا لاعب عنده امكانيات هجوميه، انما الظروف ما ساعدتناش خلال الملعب. هم قدروا عشان النقص العددي اللي عندنا في الفرقه وخاصه في نص الملعب قدروا يستحوذوا على الكوره، ودي كره القدم يعني، وارد يوم تقدر تسيطر يوم تقدر مش في حالتك. اليوم انتهى، عاوزين نتقبل اللي حصل فيه عشان نفكر في اللي جاي ان شاء الله بشكل ايجابي. هارد لك كابتن احمد ايوب، وان شاء الله الاهلي ان شاء الله يقف على رجله تاني في المباريات القادمه باذن الله ويصعد باذن الله.